a Lionel Messi y toda la Argentina tras lograr una de las mayores remontadas. ماذا قال الإعلام الإنجليزي بعد خسارة إنجلترا أمام الأرجنتين؟ وهل فجر مفاجأة بشأن التحكيم؟ شاهدوا ماذا قالوا. ولكن في البداية، إذا كنت داعما ومحبا للعدالة فاكتب في التعليقات العدالة لمصر وإنجلترا وسويسرا، ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. أسطورة ليفربول جيمي كاراغر يزعم فيها أن المنتخب الإنجليزي تعرض لظلم تحكيمي خلال مباراته أمام الأرجنتين، وأن قرارات الحكم أثرت بشكل مباشر على نتيجة اللقاء. ووفقا لهذه الرواية فإن كاراغر أكد أن إنجلترا قدمت مباراة قوية وكانت الطرف الأفضل في فترات عديدة، لكنها لم تحصل على العدالة التحكيمية التي تستحقها. وأضافت الرواية أن كاراغر قال إن الهدف الثاني الذي سجلته الأرجنتين كان يجب عدم احتسابه بسبب وجود مخالفة في بداية الهجمة، معتبرا أن هذا القرار غير مجرى المباراة بالكامل ومنح المنتخب الأرجنتيني أفضلية حاسمة. كما أشار إلى أن المنتخب الإنجليزي كان يستحق التأهل إلى النهائي بالنظر إلى أدائه طوال اللقاء، إلا أن الأخطاء التحكيمية حرمته من ذلك. كما زعمت هذه الرواية أن كاراغر عبر عن استيائه من أداء طاقم التحكيم، وأن مثل هذه الأخطاء أصبحت تتكرر في المباريات الكبرى، وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول مستوى التحكيم في البطولات الدولية. وأضاف أن مثل هذه القرارات تؤثر على سمعة كرة القدم وتفقد الجماهير الثقة في عدالة المنافسات. وتابعت الرواية أن كاراغر قارن هذه المباراة بمواجهات أخرى شهدت جدلا تحكيميا، مشيرا إلى أن الجماهير الإنجليزية تشعر بأن منتخبها لم ينل حقه في هذه المواجهة، وأن الأخطاء التحكيمية لعبت دورا مؤثرا في تحديد هوية المتأهل. وأكدت الرواية أيضا أن الجماهير الإنجليزية طالبت بمراجعة القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة، داعية إلى تطوير منظومة التحكيم وتقنية الفيديو حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات في المستقبل، خاصة في المباريات المصيرية التي تحدد بطل العالم. وفي ختام الرواية قيل إن كاراغر شدد على أن كرة القدم يجب أن تحسم داخل الملعب بأداء اللاعبين فقط وليس بقرارات تحكيمية مثيرة للجدل، مطالبا بزيادة الشفافية والمحاسبة في إدارة المباريات الكبرى حتى تحافظ البطولة على مصداقيتها أمام الجماهير في جميع أنحاء العالم. أثار ريو فرديناند أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي السابق حالة كبيرة من الجدل بعد تصريحاته التي أعقبت مواجهة إنجلترا والأرجنتين، حيث انتقد الأداء التحكيمي للمباراة، مؤكدا أن بعض القرارات أثارت الكثير من علامات الاستفهام. وقال إن المباراة أعادته إلى العديد من المباريات التي شهدت أخطاء تحكيمية مؤثرة، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقطات تظل عالقة في أذهان الجماهير لسنوات طويلة. وأضاف فرديناند أن منتخب إنجلترا قدم مباراة كبيرة على المستويين الفني والبدني واستحق الفوز بفضل الأداء القوي والانضباط التكتيكي، مؤكدا أن اللاعبين قاتلوا حتى اللحظة الأخيرة وأثبتوا أنهم قادرون على منافسة أقوى المنتخبات في العالم. كما أشاد فرديناند بالدور الذي قدمه اللاعبون في الخط الأمامي، موضحا أن الأداء الهجومي أربك دفاع الأرجنتين وأجبره على ارتكاب العديد من الأخطاء، وهو ما منح المنتخب الإنجليزي أفضلية واضحة في أغلب فترات اللقاء. وأكد أيضا أن المباريات الكبرى دائما ما تحتاج إلى قرارات تحكيمية دقيقة، لأن أي خطأ قد يغير مجرى المباراة بالكامل، مشيرا إلى أن العدالة التحكيمية عنصر أساسي في نجاح البطولات الكبرى، وأن الجماهير تنتظر دائما أداء تحكيميا يليق بقيمة هذه المواجهات. وأضاف فرديناند أن المنتخب المصري قدم من وجهة نظره مستويات مميزة خلال البطولة، مشيدا بما أظهره لاعبوه من روح قتالية وأداء منظم أمام المنافسين. كما أشار إلى أن مواجهة الأرجنتين كانت صعبة للغاية نظرا لما يمتلكه المنتخب الأرجنتيني من عناصر مميزة، وفي مقدمتهم ليونيل ميسي الذي يستطيع تغيير نتيجة أي مباراة في لحظة واحدة. واختتم فرديناند تصريحاته بالتأكيد على أن تأهل إنجلترا إلى المباراة النهائية يعد إنجازا كبيرا للكرة الإنجليزية، مؤكدا أن اللاعبين استحقوا الوصل
سحقوا الوصول إلى هذا الدور بعد المشوار القوي الذي قدموه طوال البطولة، وأن الجماهير الإنجليزية لديها آمال كبيرة في حصد اللقب عندما تواجه إسبانيا في النهائي في مباراة يتوقع أن تكون من أقوى وأمتع مواجهات البطولة. أثار بول سكولز أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي حالة من الجدل بعد تصريحاته التي أعقبت مواجهة إنجلترا والأرجنتين، حيث أشاد بالمستوى الذي قدمه المنتخب الإنجليزي، مؤكدا أن اللاعبين ظهروا بشخصية قوية وروح قتالية عالية أمام أحد أقوى المنتخبات في العالم. وقال سكولز إن المنتخب الإنجليزي دخل المباراة بخطة تكتيكية واضحة ونجح في إغلاق العديد من المساحات أمام لاعبي الأرجنتين، كما فرض أسلوبه في فترات مختلفة من اللقاء. وأضاف أن الجهاز الفني استعد للمباراة بشكل جيد وقام بدراسة أسلوب لاعبي المنتخب الأرجنتيني خاصة في المباريات الأخيرة من أجل معرفة نقاط القوة والضعف واستغلالها بأفضل صورة ممكنة. وأشار سكولز إلى أن مواجهة مصر السابقة أمام الأرجنتين قدمت العديد من الملاحظات الفنية التي يمكن الاستفادة منها، مؤكدا أن المنتخبات الكبرى تحرص دائما على دراسة منافسيها والاستفادة من تجارب المنتخبات الأخرى قبل خوض المباريات المهمة. وأوضح أن المنتخب الإنجليزي نجح في الحد من خطورة عدد من نجوم الأرجنتين خلال فترات طويلة من المباراة، لكنه ارتكب بعض الأخطاء الفردية التي منحت المنافس فرصا للعودة إلى أجواء اللقاء. كما أشار إلى أن بعض القرارات التحكيمية أثارت نقاشا واسعا بين الجماهير والمحللين، إلا أنه شدد على أن مثل هذه الأمور تبقى جزءا من كرة القدم ولا يجب أن تكون المبرر الوحيد لنتيجة أي مباراة. في أعقاب تأهل المنتخب الإنجليزي إلى نهائي كأس العالم بعد فوزه على الأرجنتين، سيطرت أجواء الاحتفال والفخر على أغلب الصحف الإنجليزية التي وصفت المباراة بأنها واحدة من أهم الانتصارات في تاريخ المنتخب خلال السنوات الأخيرة. كما ركزت التغطيات على الأداء التكتيكي المميز والانضباط الدفاعي، معتبرة أن إنجلترا نجحت في إيقاف خطورة المنتخب الأرجنتيني وقطعت خطوة كبيرة نحو حلم التتويج باللقب العالمي. وأشادت صحف بريطانية بعدد من نجوم المنتخب الإنجليزي، مؤكدة أن روح الفريق كانت العامل الأبرز في تحقيق الفوز، بينما أثنت على الجهاز الفني والطريقة التي أدار بها اللقاء، خاصة في التعامل مع الضغط الذي فرضته الأرجنتين في بعض فترات المباراة. كما رأت أن الإنجليز لعبوا بثقة كبيرة ولم يسمحوا لمنافسهم بفرض أسلوبه المعتاد. ورأت بعض الصحف أن هذا الانتصار يحمل قيمة تاريخية بسبب طبيعة المنافسة بين المنتخبين، إذ تعد مباريات إنجلترا والأرجنتين من أكثر المواجهات إثارة في تاريخ كأس العالم، وهو ما منح الفوز أهمية مضاعفة لدى الجماهير ووسائل الإعلام البريطانية. كما أكدت التقارير أن الجماهير الإنجليزية اللي احتفلت بالتأهل إلى النهائي، معتبرة أن المنتخب أثبت قدرته على المنافسة أمام أقوى المنتخبات، وأنه بات على بعد خطوة واحدة فقط من تحقيق حلم الفوز بكأس العالم. وأشارت التحليلات إلى أن الوصول إلى المباراة النهائية جاء نتيجة تطور واضح في مستوى الفريق طوال البطولة، سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية. ورغم أجواء الاحتفال، شددت بعض الصحف على أن المهمة لم تنتهي بعد، وأن المباراة النهائية أمام إسبانيا ستكون اختبارا أصعب، خاصة في ظل المستوى القوي الذي قدمه المنتخب الإسباني خلال البطولة. ودعت اللاعبين إلى الحفاظ على التركيز وعدم الانشغال بالاحتفالات المبكرة، لأن اللقب لا يحسم إلا في المباراة الأخيرة. في المقابل، تناولت بعض الصحف تاريخ المنافسة الطويل بين إنجلترا والأرجنتين، معتبرة أن هذا الفوز سيبقى من المباريات التي ستظل راسخة في ذاكرة الجماهير الإنجليزية لما حمله من إثارة وأهمية رياضية كبيرة. كما أشارت إلى أن المنتخب الإنجليزي نجح في تجاوز منافس قوي يضم مجموعة من أبرز لاعبي العالم، وهو ما يزيد من قيمة الإنجاز.